البعض اليوم كل ما يعني تبي تواجه الشائعات والأكاذيب المختلفة خصوصا في ظل الظروف الراهنة، يتهمك أنك يعني تسعى لإثارة الفرقة وبث الطائفية. فودنا نسأل عن الخيط الرفيع ما بين الحفاظ على اللحمة الوطنية وما بين مواجهة هذه الأكاذيب والشائعات. شوف، في البداية لازم نقول الدفاع عن الوطن ما في ألوان مختلفة، هو لون واحد. اليوم البعض لما يشوف في ناس تدافع عن وطنها وتتكلم بقوة، أول ما يلجأ له، خاصة إذا هو كان في طرف ثاني، يلجأ لاتهاماتك على طول. هذه ما تكلم عن اليوم، احنا عايشناها وايد، ويمكن في 2011 احنا ما عندنا سلاح، احنا قاعد نتكلم بفكر ونتكلم بقلم. الطرف الآخر لما أنت تتكلم معه بقوة وتبين الحقائق وتدحض اللي قاعد يقوله، على طول أسهل شيء عندنا هو يرميك باتهام. أنتوا تأججون الفرقة. أنت شوف نفسك أول، شوف خطابك أنت شلون خطاب طائفي تأزيمي. اليوم احنا قاعد نتكلم في وضع البحرين ما قاعد تواجه مشاكل داخلية أو أمور أو ملفات فيها تباينات، نتكلم عن حرب، نتكلم عن عدو قاعد يستهدفك. فاليوم لما يطلعون الناس ويتكلمون من منطلق وطنيتهم ودفاعهم عن الوطن، وشلون اليوم اللي ساكت هذه عليه كويستشن مارك، علامة سؤال، ليش انت ساكت خايف؟ لكن في الطرف الآخر لما نشوف اللي يمجد العدو اللي قاعد يتخابر معاه، فأنت الخطاب شلون تبي يكون هني؟ تبي يكون خطاب لين مهادن، ما في حياد في الوطن، ما في مهادنة هني، الخطاب واضح، أنت مع بلدك ولا لا؟ فلاحظت أنا بعض الناس للأسف على طول لما يشوف شخص قاعد يدافع عن وطنه بقوة، على طول يا جماعة لا تفرقون الناس، وذي ما حد تكلم في مذاهب، ما حد تكلم في اختلافات، احنا قاعد نتكلم بحرينيين، كلمة بحريني هي الفاصل، انت قاعد تدافع عن البحرين ولا تدافع عن طرف آخر. فللأسف الشديد هذين النوعية من البشر اللي يتكلمون على طول، هو يجد له أسرع باب للهروب، أسرع باب لمحاولة إخماد هذه الأصوات أو تهدئتها. يعني أنا مثلا صار لي موقف، ما بأي أسامي جمعيات وأفراد، تم اتهامنا بتهمة أنتم طائفيين، كتاباتكم طائفية. الطرف الآخر أنا رديت عليه، إحنا مو طائفيين، أنت الطائفي اللي اختزلت طائفة كاملة من شعب البحرين ونصبت روحك ممثل لها، وأنت مو ممثل لها، مو بممثل لها. بالعكس، هذه الناس اللي عندها هذه الخطاب هي اللي قاعد تظلم أطياف في شعب البحرين وتتهمهم بأوصاف وبتهم هم بريئين منها. من اليوم أنا ما بتكلم سنة وشيعة، لكن اليوم من اللي نصب واحدة من الجمعيات متحدث باسم شيعة؟ لا، شيعة فيهم وطنيين ومخلصين. هذه البلد بنيت على سواعد السنة والشيعة. 1981 محاولة انقلاب في البحرين كانت وراها إيران، النظام الإيراني، وكان سيء الذكر هذه المدرسة من اللي تصدى لها مع الله يرحمه الشيخ عيسى بن سلمان. البحرينيين سنة وشيعة. فبالتالي اليوم يلجأ حق هاي الخطاب، وانتم تأججون. نأجج شنو؟ ديرتنا قاعد تواجه حرب، ديرتنا قاعد تواجه عدو خارجي، فأنت لما تطلع وتدافع عن ديرتك أنت شلون قاعد تأجج؟ هذه خطاب الضعفاء. نعم. يعني عدد من الشخصيات السياسية المسؤولة عن منظمات إرهابية اليوم مثل الحرس الثوري وحزب الله وغيرهم يهاجمون دولنا الخليجية بكل وضوح وبكل يعني بدون أي حواجز، ويحرضون على الإضرار بهذه الدول ليل نهار. وإذا يرد من صوبنا يعني يقولون لنا ترى هذه شخصيات مقدسة وهذه شخصيات دينية، ما يجوز أن أنتم تهاجمونها. شوف، ما في قداسة فوق الأوطان، هذه معادلة ثابتة. اليوم أنت قاعد تقول لي قدسية شخص قاعد يهاجم وطنك؟ أنت قاعد تبرر لشخص بحكم موقعه أو منصبه أو صفة منحى إياها أنه حلال عليه، تعال هاجم ديرتي وطعن فيها وأنت ساكت وتتفرج. لا، وفي ناس قاعدة تهلل وتطبل. ما في قدسية فوق الأوطان. اليوم بلدك هي الأساس. فاللي قاعد يفخم لي رموز في السياسة هني في فارق جدا كبير. ليش قيلت مقولة الدين أفيون الشعوب؟ فيها جدلية طبعا، لكن الهدف منها كان إن شلون الدين اليوم يطوع أساس إنه يسلب إرادات البشر، يخلي الناس تتحول إلى قطعان تمشي ورا ناس قاعدة تاخذ من هذه القداسة نفس الحصان اللي لا أحد يمسها، إنه هو يتكلم وكلامه هو مطلق وكلامه هو صحيح. ذي خطأ. اليوم أنت إنسان حر
عندك عقل. حتى في ديننا اللي هو أنت قاعد تتكلم لي عن قداسة، هي مرتبطة بالدين. مين قال أن هناك قداسة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالرأي في غزوة الخندق. مين أشار على بناء بحفر الخندق؟ سلمان الفارسي. يأخذ بالمشورة. فما في، وهو الشخص صاحب القدسية كرسول، لكن يضرب مثل. اليوم للأسف اللي احنا نشوفه قليل من الناس الرموز أو اللي أصحاب مكانة علمية أو دينية اللي يتكلم بمنطق وعقل وينور الناس. الدين لم يوجد على أساس أن احنا ناخذ الناس كأنهم عبيد ورا الناس أو كأنهم أتباع بدون ما يحكمون المخ والعقل. فاليوم لا حد يقول لي في هناك قداسة، لا. والمشكلة اللي شفناها أن هناك تبرير لشخصيات تهاجم البحرين، ومن ناس يدعون أنهم وطنيين مع بلدهم. هذه تناقض لا يمكن القبول فيه. وعلى من يقع اللوم يعني في مسألة تقديس هذه الشخصيات السياسية بالمقام الأول؟ هل على من يقدسونهم أم عليهم هم اللي هم قاعدين يعطون روحهم هذه الحق؟ شوف، اللي يبيك تقدسه ويبيك تاخذ كلامه انه هو كلام مطلق لا يقبل الجدل، وهو الشخص اللي في الأساس قاعد يستغل الدين ويلبس عباءة الدين لأغراض سياسية وأهداف أجنداته هو الخاصة. المشكلة هذه عندهم أداة أو تول يعني يستخدمونها. الضحية لما يجي شخص يغيب عقله وإرادته يمحيها ويسلم ناصيته لهؤلاء الأشخاص ويصدق بكل ما يقولون. وللأسف هذين النوعية من الأشخاص نشوف التناقضات منهم. يتكلم يقول لك الحرية وحرية الرأي والتعبير. طيب كلام جميل، ما هو أنت خل عندك حرية رأي، لا يحكمك شخص وفق الأيديولوجية مالته. وللأسف شخص لا هو من بلدك ولا هو قلبه على ديرتك. فالخلل لما يكون في الوعي هذه مشكلة. للأسف شفنا جماعات متطرفة، وكانت منها في البحرين عندنا كان هدفها دائما هو تغييب التفكير المستقل، تغييب هذه يعني الاستقلالية في الرأي، أو على الأقل تحكيم ما يقال حق الشخص أنه هو يفند هل هذا الكلام صحيح، هل هذا الكلام لا. أنت الله خلقك صاحب إرادة حرة، ليش تخلي شخص هو يتبعك أو أنت تتبعه أو هو يتحكم فيك؟ فالوعي يفترض من الفرد نفسه ألا يقبل بأن يكون أداة يلعب فيها أيا كان. على طاري التناقض وتغليب العاطفة، شفنا اليوم الحمد لله في ظل الظروف الراهنة استقرار اقتصادي واجتماعي وسياسي كبير في البحرين وفي دولنا الخليجية. على الجانب الثاني من يمجد إيران اقتصادها منهار، الأسواق مغلقة، البطالة متفشية. يعني كيفية الرد على هذه العينات خلينا نقول، ورأيك في النموذج اللي احنا ماشيين عليه؟ ما في وجه مقارنة. أنت اليوم تتكلم دول الخليج على امتداد عقود، هي دول تعمل لأجل بناء هذا الإنسان، تبني الأوطان لشعوبها. في الطرف الآخر أنا إذا بتكلم عن إيران وتاريخ إيران في كثير من الأمور، لكن هذا النظام هو ما يبني إنسان، هو يستغل الإنسان على أساس ينفذ أجندته وينفذ أطماعه وينفذ المخطط الكبير اللي جاء فيه الخميني. في فارق كبير، ما في مجال المقارنة. نعم دولة شاسعة، دولة عندها إمكانيات وعندها قدرات وعندها خيرات، لكن كل هذه الخير لم يوجه للداخل الإيراني. تظن اليوم كل الإيرانيين مع النظام الإيراني؟ الآلاف المؤلفة اللي موجودة في الخارج، اللي في المنفى واللي هي قاعدة تحارب وتناضل أنها هي تسترجع بلدها، هؤلاء شنو نحسبهم؟ في الداخل الإيراني أيضا أنا لو برجع في التاريخ ملفات كثيرة. الخميني في فيديو للخميني وهو راجع في 79 إلى طهران، سأل المذيع شنو شعورك وأنت راجع؟ انتشر الفيديو بشكل كبير مؤخرا، فقال ولا شيء، قالها بالإيراني هيك، فالمترجم يقول له nothing، ولا شيء. فأنت راجع ليش؟ راجع تحرر شعب، راجع تبني دولة، هو راجع لمخطط واضح شلون هذه إيرادات البشر يطوعها لخدمة تصدير الثورة، وهذه المشروع بنتكلم فيه. لكن تخيل في من 1979 ل 1981 انشئت في عهد الخميني لجان تسمى لجان محاكم الثورة. شنو هدفها؟ أن كل الناس المحسوبين على النظام السابق تتم محاكم صورية، ما في حتى قوانين واضحة، سجون، إعدامات،
وناهيك عن التاريخ المستمر حتى 1988 بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، آلاف مئات وآلاف من الناس سجنوا وقتلوا. حتى المنظمات منظمات حقوق الإنسان اللي نتكلم أمنستي، نتكلم هيومن رايتس، ذكرت ووثقت هذه المجازر بحق الناس في إيران اللي يعارضون النظام أو لهم رأي أو لهم فكر مختلف، واعتبرتها جريمة كبرى. فاليوم وجه المقارنة جدا مختلف. مفارقة أيضا حتى الجهات اللي وقفت مع الخميني مع ثورة الخميني أيضا تم تصفية قادته مثل حزب تودة وغيرهم يعني. طبعا شوف، الخميني أول ما وصل واستلم الحكم، الناس تقول لك أوكي في رئيس هو مرشد أعلى. لا، إيران إرادتها كلها في المرشد الأعلى. لا تقول لي إن نظام ديمقراطي وينتخب رئيس. نعم صوريا يس، لكن نذكر من مرة من المرات أحمدي نجاد لما كان رئيس إيران، أحمدي نجاد تم اختطافه وهو رئيس. من اختطفه؟ مجتبى خامنائي اللي الحين نصب مكان والده كمرشد أعلى. مجتبى ما كان له صفة سياسية، اختطف أحمدي نجاد ووداه في سرداب، وتم يعنفه على بعض المواقف اللي حسبت أنها مواقف معتدلة تحاول أن تقرب مع دول الجوار. فهذه الرئيس بحد ذاته. وايضا كثير من الامور اللي صارت، محمد خاتمي وغيره. التاريخ اللي يتعمق في الداخل الايراني يرى ان هناك مو دوله، هناك تنظيم بوليسي ديكتاتوري يقمع أي صوت مخالف له، حتى لو كان من نفس المذهب، حتى لو كان من نفس التوجه. فالمقارنة مع شعوبنا الخليجية أو دولنا جدا بعيدة وجدا ظالمة. حجم الصواريخ اللي أرمي على دول مجلس التعاون يكشف لك عن حجم الحقد الإيراني تجاه دولنا، وأنهم أخذوها فرصة اليوم أن هذه المخطط القديم اللي أنا أبلع الخليج كله اليوم فرصة بذرائع. احنا نعرف الذرائع وهم يعرفون ان الذرائع غير حقيقية وغير واقعية، لكن كم الصواريخ الهائل اللي ألقي علينا يكشف حجم الحقد اللي موجود ومتأصل ضمن عقود. واضح انه مخطط له مسبقا ايضا. واضح، يعني انت اللي قاعد تشوفه اليوم استهداف غير مسبوق. احنا اذا قاعدين نقول ان الطرف اللي قاعد يهاجمك وداخل معك مواجهة صريحة الجانب الاسرائيلي والجانب الامريكي، فهذه الكم من الصواريخ وينهم كانت عن اسرائيل لما انت كنت تتكلم ان احنا عندنا محور المقاومة والممانعة المتمثل في حزب الله، لما كان عندك فيلق القدس اللي ما ألقى رصاصة على القدس بل قتل السوريين العرب في سوريا ودعم بشار الأسد. فهذه الذرائع جدا مرفوضة. صواريخك هذه بالكم اللي ألقيته علينا ما كان بإمكانك تحرر حتى فلسطين وتقضي على النظام الإسرائيلي، كان لكنها حجج. إيران ما قاعد تحارب إسرائيل، هذه ظاهرة. اليوم الناس قاعد تشوف صواريخ قاعد تلقى على تل أبيب وغيره. زين وين كانت ذي الصواريخ لما المجازر في غزة صارت؟ وين كانت هذه الصواريخ لما أنت قاعد تتكلم أن أنشأت لي أنا أحزاب وحزب الله وغيره؟ وين كانت هذه الصواريخ من قبل؟ ولا فلسطين توها محتلة يعني؟ كيف انعكست أستاذ فيصل الإجراءات الحكومية الأخيرة على شعور المواطن في الخليج في البحرين تحديدا بالطمأنينة والراحة، خصوصا في الإجراءات التسهيلات المصرفية وغيرها؟ طبعا هذه إجراءات مستحيل تشوفها في إيران أو أي يعني من وكلائها. طبعا إجراءاتنا واضحة. نفس ما قلت لك، البحرين نظام يبني دولة ونجح في بناء دولة حديثة. وما قاعد أتكلم عن العصر الحديث بس، من أيام أحمد بن محمد الخليفة الفاتح اللي فتح البحرين وكسر ذيول الفرس، بنت البحرين تبني دولة حديثة. البحرين متقدمة في كثير من الأمور. من بدايات القرن الماضي شفنا حتى قبل النفط التعليم شلون، الصحة، كل هذه الأمور. فأنت اليوم لما تتكلم عن إجراءات قاعد تتخذها البحرين، سواء بتوجيهات من جلالة الملك الله يحفظها أو صاحب السمو الملكي الأمير سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهدف التسهيل على المواطنين والوقوف معاهم، أنت ما قاعد تتكلم اليوم عن جهتين، ما قاعد تتكلم عن شعب ودولة في طرف آخر. أنت قاعد تتكلم عن جهتين أصلا هما جهة واحدة. الدولة قاعدة تشاركك حياتك، تشاركك همومك. فبالتالي احنا شفنا نموذج في كورونا ايش صار، واليوم شفنا توجيهات من صاحب السمو الملكي بالتسهيل على المواطنين. هذه التسهيل شنو هدفه؟ أوكي،
اليوم مرينا بوضع جدا صعب، وايد امور تضررت على المستوى الاقتصادي، الناس كانت خايفه وقلقه، ديمومتها، استقرارها شلون. فهذه الامور تسهل على الناس، تعطيهم رفق، تعطيهم راحه، دولتكم معاكم، ما في ضرر، ما بتقبل البحرين ان احد يتضرر. اليوم كانت في كلمه حلوه حق سمو الشيخ ناصر قالها يمكن امس مع لقاء مع بعض الشباب: ديرتك معاك، ديرتك معاك، ما بتتركك. وهذه اللي احنا شفناه وعرفنا البحرين فيه، مو اليوم، من زمان، كورونا وقبل كورونا وقبلها وقبلها. ليش أقول لك؟ هذه نظام يبني دولة ويبني شعب، ما يستخدم الشعب لأغراض معينة مثل اللي تسوي إيران. هذه يعني بعد مفارقة عجيبة غريبة، ساعات ما تدش مخ الواحد. يعني دولة، يعني دولنا الخليجية تضررت في اقتصادها وأمنها وغيره، ولكن مع ذلك ما طلعت أعذار والله بنتقشف ولا غيره. عكس مثلا دولة يقول حق مواطنينها يلا روحوا وضحوا بروحكم في محطات الطاقة وسكك الحديد وغيرها. يعني شيء عجيب. شوف أنت لما بتتكلم عن إيران بتدش في تاريخ غريب جدا. يعني هذه النظام اللي اليوم قاعد يرفع شعار نحن نحارب إسرائيل وإحنا اللي بنحرر القدس وكل هالأمور ذي كلها، في حرب الخليج إيران احتاجت أسلحة بوساطة أمريكية، حصلت على أسلحة عشان تحارب النظام الإيراني، وهي فضيحة مدوية كانت وانتشرت بشكل مو طبيعي. إيران كونترا. اليوم ذلين الذيول وأتباع إيران واللي قاعدين يرفعون لها يحاولون هذه الحقائق دائما يغيبونها. من اللي شرى الأسلحة من إسرائيل؟ خميني نفسه، اللي سمى أمريكا الشيطان الأكبر واللي سمى إسرائيل الشيطان الأصغر. هذا الكلام مو كلامي، هذا التاريخ اللي يحاولون ينسونه، التاريخ اللي يقول لك إن عندنا إحنا قاعد يحاربنا نظام، وفي ناس تهلل له النظام هذه نظام ديمقراطي. لا، أنت ناسي التاريخ. كم واحد قتل في إيران؟ اليوم كانوا عندنا إحنا ناس يسمون روحهم معارضة. أوكي، كلمة المعارضة بعض الناس تتحسس منها. ليش تتحسس منها؟ المعارضة إذا هي كانت معارضة في الخطأ ولأجل صالح البلد، ليش لا؟ هذه معارضة إيجابية. لكن اللي كانوا يدعون أنهم معارضة، إنزين نظرائكم اللي يسمون روحهم معارضة في إيران، شنو موقفكم منهم؟ المعارضة في إيران كانت تشنق على أعمدة الإنارة، والحقائق موجودة والدلائل ثابتة. في هناك قمع لكل رأي مخالف لهذا النظام، نظام الولي الفقيه، وهذه حقيقة وهذه مدعى وموجود. نفس الأشخاص اللي كانوا يهاجمون البحرين ويتهمون البحرين ويشتغلون على البحرين وبعضهم الحين برع ويصرف عليه من المال الإيراني، هذين كانوا لما تطلع بيانات من هيومن رايتس وغيرها على البحرين يشيلون هذه البيانات ويركضون فيها ويهللون ويشوفوا ايش كاتبين عن البحرين. معليش كلامك جميل، أنت تتكلم عن حقوق إنسان. كم بيان وكم إدانة طلعتها هيومن رايتس ووتش وأمنستي وغيرها بحق النظام الإيراني، وبجرائم القتل البشعة اللي تصير وسحق الأقليات وضرب الناس اللي من المذاهب الثانية. آلاف البيانات، لكن ذلين ما نسمع صوتهم. أنت اليوم قاعد تتكلم لي عن شخص يقول لك أنا بحريني، لكن أنت قلبك مو على البحرين، قلبك على اللي تتبع له واللي حاولت تنفذ أجندات تخدم أهداف التوسعية في البحرين. التاريخ موجود، الحقائق موجودة. ليش أخوي زيد أنا أقول لك لما أنت تواجههم بحقائق على طول يركضون؟ أنتوا خطاب تقسيمي، أنتوا طائفي. إحنا خطاب تقسيمي، إحنا ندافع عن بلدنا. ليتك تدافع عن بلدك بحرف، ويا ليتك تقدر تقول حق إيران كلمة واحدة، ما يقدرون. شفنا في الأيام اللي طافت ظهور إعلامي بحريني على إحدى القنوات الفضائية في إحدى الدول المجاورة، وكان الباحث البحريني يتكلم عن البحرين وتماسكها، لكن الطاقم القناة الفضائية كان يتبنى السردية الإيرانية بشكل واضح. فسؤالي لك، شلون صارت بعض الجهات وبعض القنوات كأنها حديقة خلفية لإيران تتبنى السردية الإيرانية بكل سطحية بدون أي يعني تحقق أو شفافية؟ شوف، أنت قاعد تتكلم عن الموقف اللي صار مع زميلنا الأخ جعفر سلمان. أنا بس بقول لك، شوف البحرينيين شلون تفاعلوا معه، شلون الخليجيين. شوف كل شخص مخلص لبلده شريف لا يقبل أنه يتطاول على البلدان الثانية، تضامن مع الأخ جعفر. اللي صار شيء يعني مفارقة تاريخية غريبة. احنا قاعد نتكلم عن
قناة عراقية محسوبة على العراق. أول شيء لازم نحدد بعض الأمور واضحة هنا. العراق جار وأخ شقيق، لكن إحنا قاعد نتكلم عن أي عراق؟ هل أنا قاعد أتكلم عن العراق اللي وقف 8 سنوات يحارب نظام الخميني؟ أول ما بدأ الخميني في مشروع تصدير الثورة دخل في مماحكات مع النظام العراقي والعراق بسبب شط العرب وغيرها. 8 سنوات الحرب العراقية الإيرانية، 8 سنوات استنزاف، لكن العراق ما نزل راسه، العراق ما خضع لهذا النظام الفارسي. صمدت العراق. أنت تكلمني عن أي عراق؟ العراق الحالي عقب 2003 ايش صار في العراق؟ وين العراق؟ معلش ككيان موجود ولهم كل الاحترام والتقدير اخواننا العراقيين المخلصين لوطنهم، لكن شوف الاختراقات اللي صار، كم ميليشيا انزرعت، نفط العراق من انهبه. اليوم هذه القنوات اللي قاعد تتكلم عنها وقاعد تتكلم باسم العراق، هل انتم تمثلون العراق الحقيقي، العراق العربي المنتمي لامتداد العربي؟ إيران بكل فخر مسؤولينها كانوا يتكلمون احنا نسيطر على 4 عواصم عربية. هذه يجرك حق الفكرة الأولى، مخطط فارس الكبرى وشون أنا ببتلع الخليج. فبالتالي مثل هذه القنوات، الغريب فيه أن أنت تدعي أن أنت عربي منتمي لبلد عربي وأنت ما تقبل على إيران، ما تقبل على هالنظام. لا، واللي صار الموقف، أول شيء أنا طبعا أحييه زميلنا جعفر سلمان، ما قبل أن يساءل البحرين، ما قبل أن يتم التطاول على الأسرة الحاكمة، ما قبل أن يصمت ويسكت، وكل بحريني بالتالي يهان من قبل هؤلاء اللي ما عندهم غيرة على وطنهم. شلون تقبل أنت تقول لي إحنا إيش قالوا؟ أنت متن نعم. وإحنا هامش. نعم. أنت ما تيجي تغيب حضارة البحرين اللي تمتد من فوق 5000 سنة. وين حضارات دلمون وغيره؟ أنت إذا بتقول لي حضارة، أنت عندك الآشوريين والأكاديين وأسطورة جلجامش اللي من عندك ارتبطت بالبحرين. فهذه الرد عليك اللي قاعد تقول لي البحرين توها صايرة. البحرين عمرها ما قبلت دولة تتدخل فيها. كل صراعنا مع النظام الإيراني بسبب هذه السطوة وهذه الرغبة في السيطرة على البحرين. أنا براجعك حق السبعينات أيام الشاه ما حاول أنه يبلع البحرين، لكن البحرينيين وقفوا. تذكر موقف الشيخ عيسى الله يرحمه، موقف خليفة بن سلمان القوي في طهران، وشعب البحرين وقف. الاستفتاء اللي صار. نعم. وحاولت إيران. اليوم أنت قاعد تتكلمني عن ناس، بدل ما تدافع عن بلدك، بدل ما تقول أنا هذه واقعي الأليم وأبى أتخلص منه وساعدوني يا عرب. أنت أخذ البحرين نموذج مثال. أنت تقول لي البحرين صغيرة، هي صغيرة في حجمها، لكن البحرين عمرها ما استسلمت، عمرها ما تنازلت. اليوم كم الصواريخ اللي ألقي على البحرين؟ فوق 600 صاروخ مسيرة. من متى صار عندنا احنا كذي؟ ضعفت البحرين؟ خافت؟ لا، البحرين كاهية واقفة والبحرين موجودة. فتحية حق الأخ جعفر، تحية لكل شخص وقف معه. الأخ جعفر سلمان يمثل نموذج جدا جميل. زيد، احنا طول الوقت كنا نقول اليوم لحظة مفصلية، اليوم أنت مع ديرتك ولا لا؟ أنتوا استضفتوا الأخ جعفر في مقابلة قبل، سألتوه سؤال، كم واحد فيه مثل جعفر سلمان؟ قال كلمة واقعية، قال في كثير، في وايد مثل جعفر سلمان، ويمكن يتكلمون أقوى من جعفر سلمان، لكن أصواتهم مقموعة في لكنهم خايفين. خايفين ليش؟ لأن هذه اللي أنا قلت لك، النظام الأيديولوجي، هذه السطوة ذي، تغليب موضوع قدسية الأشخاص اللي قاعدين يتكلمون. في ناس تخاف، في ناس تستهدف، وترى التاريخ ما راح بعيد، في ناس استهدفت لمواقفهم. جعفر سلمان تكلم اليوم باعتباره بحريني، مو وفق انتماء معين. وإحنا دائما نقول المسيئين للبحرين واللي يستهدفون البحرين هم اللي يسيئون حق أطياف المجتمع كله، سنة وشيعة مسلمين وغيرهم. فهذا النموذج اللي شفناه اليوم نموذج شجاع يستحق أن احنا نوقف معه وندافع عنه. دائما احنا نقول البحرين يتكلم ولا تخاف، دافع عن ديرتك. فلما يطلع نموذج مثل جعفر وغيره كثيرين، واجبنا اليوم أن ندعمهم. ترى هم إخواننا في الوطن، إخواننا في الدين، عيال هالبلد. اللي صار مشهد جدا جميل. أنا أحس أحيانا البحرين دائما لين تواجه مواقف كذي، الحلو فيه يطلع لك المعدن الأصيل للبحرينيين، شلون فزعتهم، شلون وقفتهم. مو بس البحرينيين،
تعال تشوف موقف الخليجيين، تعال تشوف حتى موقف العراقيين اللي قلبهم يتألم على وطنهم وعلى حاله وواقعه. يعني موقف أنا حيي وأتمنى أن أكثر من جعفر سلمان يكون موجود عندنا. ترى في النهاية البحرين هذه بلدك، ما بتفيدك جهة من برا. هتلر سألوه زعيم النازي يوم كان يمشي ويبلع في أوروبا، سألوه من أحقر الناس لدي؟ قال أحقر الناس أولئك الذين ساعدوني على احتلال بلدانهم. ومن هنا طلعت تسمية الطابور الخامس. الطابور الخامس هذه الأساس اللي بنى عليه النظام الإيراني مشروع تصدير الثورة. مشروع تصدير الثورة مو مشروع نتكلم ديني أو مذهبي، لا، هو مشروع سياسي. شلون أنا اليوم أصنعني عملاء وطوابير خامسة في دول معينة، أصدر ثورتي وفكري الثوري لهم، يتبنونه، يدينون لي أنا بالولاء على حساب دولهم، فيكونون طوابير خامسة. بالتالي أبتدي حرب بالوكالة. طول هالسنين كانت إيران تحاربنا بالوكالة من خلال أذرع وعملاء وغيره، إلى يمكن قبل 45 يوم اللي بدأت هذه الحرب، ولأول مرة إيران قاعدة تواجهك بأسلحة صريحة. ورغم ذلك يقول لك إحنا ما نستهدف جيراننا. لا، أنت استهدفت مناطق سكنية. استشهد عندنا جندي، بنت بريئة توفت، أحد من العمالة الأسيوية تضرروا ناس. شوف الناس اللي تضرروا في سترة وغيرها من المناطق. هذين مواقع عسكرية، هذين مواقع استراتيجية. أنت أصلا تدري أن المواقع العسكرية وين مكانها. ثاني شيء أنت قاعد تستهدف أعصاب اقتصادية عندنا. أنت قاعد تستهدف شركة النفط، قاعد تستهدف الألمنيوم، البتروكيماويات وغيره، استهدفت فنادق، استهدفت أحياء سكنية. فهذه العداء اللي يبين واضح. سؤال أخير أستاذ فيصل، يمكن اليوم نواجه مشكلة وعي عند فئات محدودة لكن صوتها عالي، خلينا نقول، شنو الحل الحازم والواضح للتعامل معهم في ظل هذه الظروف؟ أنا أشوفها مشكلة إرادة ضعيفة تقبل أن أشخاص يوجهونك كيفما تريد. المفارقة الغريب أن تلاقي بعض، خلينا نقول فئة الشباب، يمكن ما يسمعون كلام أهاليهم، أبهاتهم وأمهاتهم، لكن مستعد أنه يسلم نصيته وإرادته لشخص يقول له روح حارب دولتك وروح موت عشاني. مثل المثل اللي صار في إيران يوم كانت في مهلة الرئيس ترامب. وهذه مو أول مرة إيران تحاول أن تستخدم ما يسمى بالسلاسل البشرية أو الدروع البشرية. لما قتل قاسم سليماني تمت دعوة الإيرانيين أنهم يحيطون بمقر إقامة الخامنائي كتعبير على رفضهم اللي صار، لكن الهدف ما كان هذه. الهدف كانت فيه هناك أنباء بيتم ممكن استهداف للخامنائي، بالتالي احتيجوا أن يكونون دروع بشرية. وهذه مو أول مرة. رجعوا حق التاريخ وقرأوا وبتشوفون من يستخدم من النظام اللي يستخدم شعبه كدروع بشرية. البحرين وغيرها من دول الخليج الله يحفظهم، حرصهم دائما على أمن هذا الشعب، على سلامته. الإجراءات اللي صارت، صفارات الإنذار أبسط شيء اللي بعض الناس كانت يمكن تستاء من صوت لها، هذه وضحت عشان حمايتك. هذه تبين لك شلون أنت غالي ومهم بالنسبة للدولة. اليوم الإجراءات اللي صارت، كل هالكلام. بقول لك أخوي زين، القيادة موجودة على أرض الواقع تشتغل معاك. طول اللي صار لنا في هالفترة، كم مرة جلالة الملك طلع في فعاليات وتكلم وألقى خطابات، كم مرة جلالة الملك راح تحرك ميدانيا وزار مواقع هامة، راح حق المصابين جنودنا البواسل وقال كلام ويناقشهم في الأمور. شعور الأب مو بس قائد، أب يقول حق الشخص المواب أنت إن شاء الله دائما معانا، وأكيد جنودنا معانا. أنا شفت جلالة الملك طوال هالفترة يطلع، مع احترامي حق كل المسؤولين، أكثر مسؤول شفته يطلع في البلد، رأس الهرم، موجود في كل مكان، تصريحات ما توقف، في كل فعالية موجودة. أنا اليوم أكلمك جلالة الملك أكيد عنده شيء ورايح مكان ويتفقد قواتنا أو زي ناس، يبث الطمأنينة. قائدك، ملكك، رمزك الأول معاك، ما بيخليك. اليوم تتكلم لي عن المرشد الجديد اللي انتخب، اللي الحين ما حد شاف صورته ولا شاف له فيديو. ليش؟ لأن هناك نظام يستخدم البشر كوقود محرقة، والتاريخ يشهد على هذا النظام الإيراني. المقارنة وايد بعيدة وأصلا ظالمة. شعوبنا الخليجية، دولنا ارتقت لمستويات
متقدمة جدا. أنا بعطيك حجم الصواريخ اللي ألقي على الإمارات، شقيقة الإمارات، كم مهول، يعني شيء غريب. مع أن إيران كنظام يرتبط اقتصاديا كان قبل الحرب مع الإمارات وعلاقات تجارية يعني عشرات المليارات، نشطة، لكن حجم الصواريخ اللي ألقي على الإمارات يكشف غل وحقد غريب، شيء مو طبيعي. الكويت هذه الدولة الشقيقة اللي خيرها على الكل، وعمرها ما ترددت أنها هي توقف مع أي شقيق، وأي دولة أو شعب يعاني الكويت خيرها موجود. الكويت اليوم تعرضت لقصف مو طبيعي، تعرضت لاستهداف مو طبيعي، يكشف لك حجم الغل والحسد. أنت تعلن عدوك، عارف عدوك مين، واللي تسميه الشيطان الأصغر والشيطان الأكبر. ترى إحنا كدول مجلس التعاون قبل ما تصير الأزمة سعت الدول كلها وحاولت تتوسط مع الجانب الأمريكي أن لا تكون هناك ضربة لإيران. فهذه الجهات اللي حاولت تحميك وكانت ضمانتك، أنت قابلت بها الصواريخ والمسيرات. ولا تقول للناس قذف صاروخ على دولة ما يستهدف مدنيين، ما يستهدف قتل بدرجة أولى. صاروخ يوجه لدولة، ودولة صغيرة في مساحتها مثل البحرين بيقع على مواقع سكنية بتستهدف في أبرياء. فهذا النظام تعودنا منه على الغدر، تعودنا منه على كثير من الأمور. لما اليوم يتكلمون لك تطلع لك بعض الميليشيات مثل حزب الله وأمينة الحالي ويقول لك احنا ما نجند واحنا ما عندنا طوابير 5. أنا استغرب أن أمين حزب الله قاعد ينكر تاريخ هو يعرفه مثل ما يعرف أصابع يده. معسكراتكم كانت تدرب ناس وتروح هناك، وكانت توجههم على تنفيذ أمور تخريبية تقلق الأمن بالداخل في البحرين والكويت والإمارات والسعودية وغيرها. وحتى قطر اكتشفت هذه الخلايا اللي قاعد تطلع من تحت راس من الحرس الثوري وحزب الله. فالإنكار ذي غريب، وما يقولونه باللسان أفعالهم تفضحهم. واللي يفضحهم أكثر حتى لو كانوا هم أنظمة وجهات تحاول تنكر، اللي يفضحونهم العملاء والأذرع من خلال اللي احنا قاعد نشوفه ويصير. شوف هذه الأزمات تبين لك المواقف الصحيحة، تبين لك الناس الصح، تبين لك المعادن، تسقط أقنعة مثل ما أقنعة سقطت وانصدمنا فيها في سنوات سابقة. وكان الحلم بابتلاع البحرين شوكة بالظل، ودائما ظلت شوكة في حلق النظام الإيراني رغم صغر مساحته، رغم أنها من نظرتهم لنا كذي، لكن فيه قيادة وفيه شعب ما حد بيتخلى عن هالبلد. البحرين ما بتروح أي مكان، كاهي البحرين موجودة، عايشين بعز وأمان. دول الخليج عايشة بعز وأمان. اليوم اللي قاعد يعاني مين؟ شعب ذاك النظام اللي ما يستحق أنه ينحكم بمثل هذا النظام. خامنائي أعلنت ثروته من قبل وسائل إعلام غربية تقارب 7 مليار دولار. شلون هذه القدسية لشخص أنت تعتبره زاهد وعابد وغيره من هالأمور، شلون 7 ملايين؟ المرشد الجديد مجتبى، شقتين في هاي ستريت كنزينغتون مقابل السفارة الإسرائيلية وغيره. المسؤولين الإيرانيين اللي في الحرس الثوري وغيره اللي يدعون الشعب الإيراني، هالشعب اللي يبي يعيش، روحوا وطلعوا وقاتلوا، ذي عيالهم وين؟ عيالهم كافي أمريكا قاعدين يتنعمون ويعيشون، وشفنا الأخبار كلها. فالتناقضات واضحة. لكن الفارق أنت تتكلم عن الوعي لازم الشخص يكون هو واعي، يشوف هذه المفارقات ويكتشف أنه هو مغرر فيه، وأنه هو قاعدين يلعبون فيه كأوراق لعب. هذا الكلام يزعج وايد ناس أخوي زيد، يتضايقون. ليش؟ لأنه حقائق، وهم هدفهم ما يبونك تعرف الحقيقة، يبونك تظل مغيب، يبونك تظل وقود محرقة، يبونك تظل تحارب وطنك لأجلهم هم. وشوف التاريخ يقول دائما أي نظام خارجي يبلع دولة، أول ناس يبتدي ياخذ طبعا ينتقم من الناس اللي وقفوا ضده ودافعوا عن وطنهم، وبعدين تجي الكرة على العملاء اللي يعاملون معاملة الخدم والعبيد، لأنهم في هالمرتبة اللي باع وطنه وغدر في وطنه.